السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يكون الولاد حلوا كويس في الامتحانات، واللي خد الاجازة بقى ياخد الاجازة يهيص ويريح ويروق باله واعصابه، واللي لسه ما خدوش يا رب ربنا معاهم ومع الولاد كلهم، ربنا يكرمهم وييسر لهم كل عسير يا رب، ويفتح عليهم فتوح العارفين ان شاء الله. وحشتوني جدا جدا جدا. مساء الفل والهنا والحب والورد والياسمين، ومساء كل حاجة حلوة في الدنيا كلها، علشان جمال عيونكم وجمال قلوبكم. يا رب ان شاء الله بإذن الله تكون اي حد فيكم عنده مشكلة تكون اتحلت ان شاء الله، وربنا يا رب يحلي ايامكم دايما بالصبر وبالخير وبالايمان وبكل حاجة حلوة. طبعا احنا ايام الامتحانات، وانا بقى مش قادرة اقول لكم يعني انا مزنوقة قد ايه. طبعا بذاكر مع الاولاد، هو الاولاد خلصوا، فاضل بس ابني اللي في الاعداديه هو اللي باقي بذاكر معاه. مفيش اي حاجه خالص سامحه ان انا اقف في المطبخ، يعني مفيش اي وقت خالص. طبعا بنذاكر طول الوقت، والامتحانات ورا بعضها، الجدول نازل 6 ايام ورا بعضهم على طول، كل يوم مادة كل يوم مادة، فطبعا يعني مفيش وقت لأي حاجة. فانا يدوبك بنتهز وقت ان هو بيرجع من الامتحان بتاعه يدخل ينام ساعة او ساعة ونص، بحاول انجز فيها اللي ورايا. لو في كام حاجة في الحوض ألمونيوم عاوزين يتغسلوا بغسلهم، لو اقدر اعمل اكلة بسيطة وسريعة بعملها. قعدت افكر اعمل ايه، لاني فعلا كنت محتارة جدا، والواحد يعني متوتر علشان الامتحانات، فمالوش مزاج ولا يفنن في اكل ولا يظبط اكله ولا حاجه، عاوز يزق الدنيا كده زق ويمشي الدنيا باي حاجه وخلاص. فكرت وقلت ان انا هجيب، كان عندي شويه سوسيس وشويه كفته وشويه كبده، كل حاجه لوحدها ما تكفيش اكله، يعني شويه صغيرين من السوسيس وشويه صغيرين من الكفته وشويه صغيرين من الكبده. فانا قلت ان انا اعملهم كلهم بقى مع بعض مع شويه بطاطس محمره في سندوتشات العيش الفينو وبس كده، ويبقى الحمد لله رب العالمين. اللي عايز احط بقى كاتشب على مايونيز، عايز احط مخلل، عاوز ياكل معاها طحينه، فقلت هعمل كمان طحينه جنب الاكل، ويبقى الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيما رزق، ربنا يديم علينا نعمه يا رب، ويوسع على كل المسلمين يا رب، ويرزقهم الرزق الحلال الواسع الطيب كده دايما. انا بقى الدنيا طبعا والمطبخ كان مكركب، ومش قادره اقول لكم المطبخ بيتروق الايام دي، بدخل اروقه كده في فيمتو ثانيه زي ما بيقولوا، يعني يا دوبك في كام ثانيه بس بروق المطبخ، لان المذاكره واخده كل جهدنا. ابقوا قولوا لي مين فيكم بتذاكر لاولادها، ومين فيكم بتدي برايفت وبتدي دروس، واللي بتذاكر لاولادها هي اخبارها ايه، واللي بتدي دروس لاولادها الدنيا ماشيه معاهم ازاي. وقولوا لي في الكومنتات اولادكم عملوا ايه في الامتحانات، وانتوا اخدتوا الاجازه محظوظين اقر عليكم، ولا انتوا لسه مزنوقين زي حالاتي كده. طبعا بما ان مفيش وقت، فانا طلعت الكفته اللي هي اطياب المجمده، دخلتها على طول حطيتها على الشوايه وهحطها في الميكروويف. وكذلك برضو هعمل كده في السوسيس. طبعا انا بكلمكم وانا خلاص بنام على نفسي، لاني ما نمتش كويس من امبارح، لكن مرضتش ان تعدي الايام من غير ما انزل لكم فيديو، عشان انتوا بتوحشوني وبيوحشني التفاعل معاكم جدا. المهم قمت انا دخلت الكفتة في الميكروويف، وقلت على ما الوقت ده بقى يخلص اجيب الكبدة. كنت انا حاطة الكبدة في الميكروويف تفك، طبعا كل حاجة في الفريزر ما كانتش حاجة فكت ابدا، فانا حطيت الكبدة تفك في الميكروويف شوية صغيرين عشان اقدر اقطعها بالسكينة، والكفتة والسوسيس هحطهم مجمدين زي ما هما كده وهدخلهم الميكروويف. جبت بقى الفلفل الرومي بتاع الكبدة، قلت علشان اقطعه، وبعدين هشوحها، هعملها اسكندراني على طول بالطشه بتاعه الثوم والفلفل الاخضر، بتطلع تحفه، وانا منزله لكم الفيديو للطريقه بالتفصيل، وفي الفيديو ده برضو هتبان نفس بالظبط الكبده بتاعت العربيات اللي في الشارع، بتاعت اكبر محلات الكبده، مش هتلاقوا اي فرق ابدا بين الطريقه دي في الطعم والطريقه بتاعت الشارع، هي بالظبط بتاعت المحلات، سهله جدا. والولاد مش قادره اقول لكم لما هتعملوها هياكلوا منها كويس جدا ما شاء الله، سواء جنب المكرونه او بالعيش مع البطاطس زي ما انا ما عملت كده. خلاص، ده اللي انا حاطاه ده كان ايه، ده كان السوسيس. لقيت فيه حاجات منه لسه ما استوتش، فقلت اقلبه على الناحيه التانية
علشان كله يبقى استوى، واضمن ان كله بقى مستوي وكويس، مفيش حاجة فيه نية يعني. انا طبعا عايزه اقول لكم وانا واقفه الوقت ده كده بسرقه سرقه من ان انا اقوم من المذاكره. كان الوقت ده بتاع النوم، لما ابني رجع من الامتحان بيجي ينام ساعة ونص كده، انا بقى بنتشر في المطبخ، احاول انقذ ما يمكن انقاذه. طبعا انا عندي التوم، عندي توم مجمد، وعندي التوم اقدر اعمله بالهاند بلندر. بس انا عايزه اقول لكم ان التوم اللي بندقه في الهون ده اجمل توم ممكن تدوقوه في حياتكم في اي اكل، سواء للملوخيه، سواء للكبده، سواء اللهم صل على سيدنا محمد، للطحينه. يعني انا هحط طحينه دلوقتي، بيخلي طعم الاكل حاجه تانية. التوم الفريش والمدقوق، مش المطحون قوي او المفروم في الكب او بالهاند بلندر او كده. خلاص، انا بقى شغلت الميكرويف تقريبا اللي كان جوه ده. دلوقتي كانت الكفتة، قطعت الكبدة ظبطتها، كنت في نفس الوقت حاطه البطاطس على النار علشان تتحمر. جبت بقى طاسة، حطيتها على النار تسخن، وحطيت فيها شوية زيت، بس شوية زيت كويسين. طبعا الزيت غلي وسعره بقى في حتة تانية خالص. يا رب اللهم ارفع عنا يا رب الغلاء، ان شاء الله ربنا يرفع عنا الغلاء ويوسع ارزاقنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب وييسر لنا امورنا يا رب. خلاص الحاجة دي خرجت كده واستوت وكلها زي الفل. انا قلت بدل ما ابقى اعمل اطباق كتير، احط السوسيس مع الكفتة مع البطاطس كله في صينية واحدة، واحط الكبدة الاسكندراني في صينية لوحدها. حطيت الطاسة السخنة وحطيت فيها زيت، والزيت بقى وبعدين قمت حاطة التوم. عايزة اقول لكم ان التوم بقى مش هنخليه يقعد وقت طويل. التوم يعني حتى لونه ما يتغيرش، يا دوبك تقلبتين 2 كده في الزيت، واقوم حاطه الحاجه اللي انا طبخها على طول ايا كانت بقى. انما ده عموما صفه التوم ما يغمقش ابدا مننا ولا يلون، علشان بيمرر الاكل. وطبعا يعني انتوا طبعا عارفين، وطبعا اكلكم اكيد ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا. المهم حطينا بقى الكبده نقلبها تقلبتين كده لحد ما كلها خلاص تدي اللون ان هي اتشوحت. هقوم بقى حط عليها الملح، وحط عليها الفلفل، وحط عليها انا بحط يعني ايه، ذرة كمون صغيرة قوي، وبحط شوية كزبرة ناشفة. ملح وفلفل وذرة كمون صغيرة قوي وكزبرة ناشفة. هي الكبدة ما بتحتاجش اكتر من كده. وطبعا زي ما انتوا عارفين بقى، خلاص انتوا عرفتوا طبعي، وانتوا كمان اتطبعوا بالطباعة دي. اي حاجة تدلق على البوتاجاز واول ما تقع مني على طول ما استناش امسحها في ساعتها، هتخلصي الطبيخ هتلاقيه زي الفل. تاني سر من اسرار ان البوتاجاز يفضل عندي نضيف وزي الفل مهما اقلي 8000 حاجة، ان طاسة القلية عندي اغطيها لو بحمر اي حاجه، ولا على السيراميك التحميل اللي حوالين واغطي على طول الطاسه دي خلاص، علشان ما يبانش اي حاجه مش كويسه 10 دقايق في البوتاجاز، ولا يطرطش عليه حاجه، ولا خلاص بقت زي الفل. انا بقى قطعت طماطم، قلت اقطع طماطم مكعبات كده، حطيت عليها ملح وفلفل وشويه كمون، وجيت بقى اعمل الطحينه. هقول لكم على سر الطحينه هتاكلوا صوابعكم وراها بجد، يعني حاجه تحفة جدا. نجيب الطحينة نحط عليها نقطتين 2 خل، نقطتين 2 بالعدد، ونقلب جامد لحد ما نلاقي ان الطحينة جمدت كده معانا. وبعد كده نضيف عليها شوية مية صغيرين في شوية مية صغيرين، لحد بقى السمك والقوام اللي يعجبك واللي انتي تبقي شايفة ان هو مناسب ليكي. في ناس بتحب الطحينة تخينة شوية، في ناس بتحب الطحينة لا خفيفة خالص، فانتي تتحكمي فيها بالمية زي ما انتي عايزة. بس تخلي بالك ان نقطة المية بتفرق في سمكها، يعني ما احطش مية كتير، لا افضل احط مية شوية بشوية زي ما انتوا شايفيني بعمل كده بالظبط. تاني حاجة علشان ما تبصش الطحينة منك، الطحينة بتاخد ذرة ملح بس، لو الملح زاد فيها عن ذرة بتملح جدا، فانت حطي فتفوتة ملح لحد ما تلاقيها ان هي اتظبطت معاكي. قلبتيها كويس قوي لحد ما خلاص بقت القوام المظبوط اللي انت عايزاه. هتزوديها بقى ملح وفلفل وكمون، لو عايزاها مشطشطة هتحطي عليها شوية شطة، مش بيتحط عليها اي حاجة غير كده. خلاص ظبطنا التوابل، هنحط شوية التوم اللي احنا كنا سايبينهم في الهون على جنب وننزلهم عليها، ونقلبها بقى كده تقليبة معتبرة. وشوفوا بقى ودوقوا ألذ وأجمل طحينة ممكن تدوقوها في حياتكم، قوام وريحة وكل حاجة جميلة.
هوريها لكم انا دلوقتي في الكاميرا قد ايه هي شكلها تحفة وجميلة. انا مش عارفة الاضاءة كده انتوا شايفينها معايا ولا لا، بس عايزة اقول لكم الطحينة دي اعملوها في العزومات او ليكوا في البيت، ودي بقى بجد على ضمانتي انا. وابقوا اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في طعمها وجمالها. وبعد كده خلاص بقى الاكل كده جاهز، اكلنا بالهنا والشفا، وبقى ورايا بقى انا المواعين. ما كانش عندي اي حاجه اغسلها على ايدي الحمد لله، كله اشحن 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 على الغساله. وقمت مشغله الغساله وملمعه الرخامه وملمعه الحوض، وخلاص بقى كده كان يومي انتهى وخلص، وانا كنت كمان خلاص مش قادره ونمت. حبيت اشارككم جزء من يومي في ايام الامتحانات الصعبه جدا. ادعولي ربنا يعدي الامتحانات على خير، اللهم يا رب نجح كل اولاد المسلمين، اللهم وفقهم في الاجابه وسدد خطاهم وافتح عليهم يا رب فتوح العارفين. بحبكم جدا في الله، ادعموني دايما باللايك، بحب وبموت في كومنتاتكم، بحب كومنتاتكم الجميلة وبموت فيها جدا جدا، ما تبخلوش عليا بيها. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.